دلوقتي يا جماعه هنعمل الرنجه. انا عارفه ان انا المفروض ما اكلش رنجه، بس انا بتوحم عليها، هاكل منها حبه صغننين قد كده اهو، والباقي هاكله لمامتي. اول حاجه فصلت الراس، بنضفها بقى ايه، بنضفها مش عارفه كده صح ولا لا، بس انا بنضف الطريقه دي. بشيل الديل، وبشيل الراس، وبعد كده بفتحها من الجنب كده، تمام، وافتحها كده. يا رب يبقى فيها البطارخ المرمله دي، عارفينها، في بطارخ طريه وبطارخ مرمله. بحب اكل الاتنين والله، بس يعني متهيألي المرمله احسن شويه. تشيل كده، وافصل بقى كل حاجه، طلع البطارخ بتاعتها. بصوا شكلها عامل ازاي، ريقي جري والله، ريقي جري. مامتي بتتفرج على مسلسل تركي يا جماعه، اكيد انتوا سامعين. هي المفروض انا متجوزه صربي مش تركي، تتفرج على مسلسل صربي، بس يلا مش مشكله، بتفرج معاها صراحه. دلوقتي ده شكل الرنجة بعد ما قطعتها حتت صغيرة خالص، تمام، وشلت طبعا منها كل حاجة. هنحط بقى عليهم ايه، شوية زيت صغيرين، بحبح ايدي بس شوية في الزيت. هعصر عليهم ليمونة عشان نشيل الجراثيم عشان البيبي. وجماعة بليز يعني ما تنتقدونيش جامد ان انا هاكل رنجة في الحمل ده، وحم يعني، هدوق مش هاكل كتير زي ما انتم متخيلين. انا اصلا اكلي اكل عصفورة. دلوقتي هحط عليه شوية طحينة. عارفه اني المفروض احط عليها بصل برضو، بس البصل دلوقتي تعبني قوي في الحمل، بيعمل لي حموضه كده، وببقى مش قادره، فمش هحط بس بصل بصراحه، ولا هاكل بصل المره دي. البصل والثوم تعبني بجد، يعني تعبني بجد بجد. تاتا، الرنجه جاهزه، هنروح ناكل. ده العيش البلدي بتاع صربيا. بصوا، هو زي العيش البلدي بالظبط، زي الشامي في البلدي يعني، حاسه شبه بتاعنا برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، الله خير حافظ، ومش هيحصل لي حاجه باذن الله. فيليب مش عايز؟ شكرا. هروح هاكل الرغيف ده بس.